السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد السلام والتحية. البنت اللي قدامنا دي اسمها ياسمين، كانت عايشة في راحة وسعادة، ولكن فجأة بعد موت جدها الدنيا كلها ومشاكل الدنيا كلها اتقلبت فوق دماغها، لغاية ما لقت الكتاب ده حللها كل مشاكلها. ايه اللي حصل والكتاب عمل لها ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في مسلسلنا الجديد روح جدو. ولكن قبل ما نبدأ ما تبخلوش عليا بلايك جميل للفيديو ده واشتراك في القناة، ويلا بينا. دي اسمها دكتورة ياسمين، وهي دكتورة تجميل، ولكن دكتورة تجميل فاشلة جدا. بعد موت جدها كانت هي اللي ماسكة المستشفى كلها، لان كل اهلها ماتوا ومش باقي غيرها. فعلا بدأت المستشفى تشتغل وبدأ ناس يجولها، ولكن كل حد كان بيجيلها المستشفى عشان يعمل عملية تدخل الواحدة من دول اخر جمال، تطلع من عندها اخر قرف. ورغم كده هي مش عايزة تقول ان هي فاشلة، وكله كان بيتكلم عليها وحش، ولكن هي فضلت مستمرة لغاية ما خدت الضربة القاضية. وهي ادوارد جه عندها علشان عايز يعمل عملية تجميل، وقال لها انا عايزك تعملي لي اي حاجة، عمرو دياب ما بيكبرش، انا عايزك تخليني اطول من احمد عز وتخليني اجمل منه. فقالت له ما تخافش، انت هتنبهر بالنتيجة بس تعالى. المهم طلع اوضه العمليات، وبالفعل دخل جوه وخرج منها حاجة تانية خالص. اتفاجئ طبعا بشكله ورفع عليها قضية وشطبها من النقابة. مش كده وبس، لا ده كمان معرفش يشتغل ابدا، حس ان هي السبب في فشله، فرفع عليها قضية تعويض وكسبها، وعليها تعويض 10 مليون جنيه لازم لا الدفع لا الحبس. فساعتها اضطرت طبعا ان هي تبيع القصر، وهي معهاش عقد البيع. فبدأت ان هي تدور على عقد ملكية القصر في كل مكان في القصر، لكن ما لقيتهوش تماما. فجت تاني يوم الصبح راحت الارشيف وقالت للموظف هناك انا عايزة صورة عقد بعقار باسم بيومي الممتاز سعيد عبد الله. فشاف لها وقال لها مفيش اي حاجة بالاسم ده. فقالت له انت متأكد؟ قال لها لا مفيش عقار متسجل بالاسم ده اصلا. وكده زادت مشكلة زيادة على مشاكلها ان القصر مش متسجل اساسا. روحت البيت وهي شايلة الهم، ومن يأسها ندهت على عم كساب البواب. فراح وقال لها ايوه يا ياسمين هانم، عايزة ايه؟ انا تحت امرك، انت مالك متضايقة ليه؟ قالت له انا ليه عندك طلب عايزة اسألك فيه. فقال لها ده انت تأمريني امر؟ ده انت جزمتك على راسي، ده انت ما تعرفيش انت ابوكي وجدك كان خيرهم عليا ازاي، ده انا لحم اكتفي من خيرهم، ده انت لو عايزه عنين من عينيا اديها لك. وبدا يعمل لها من البحر طحينه. فقالت له لا 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 مش للدرجه دي، انا بس كنت عايزه اعرف، انا مش لاقيه عقد القصر نهائي ودورت عليه في كل مكان مش لاقياه، وانت كان جده بيحبك وكنت قريب منه، ما قالكش ممكن يكون شايل العقد فين؟ قال لها يعني معقوله يا ياسمين هانم جدك هيقول لبواب ولا جنايني شايل العقد فين؟ لا طبعا انا ما اعرفش، بس انت يعني دورتي ومش لاقيه خالص؟ قالت له لا انا مش لاقيه نهائي، ده انا حتى رحت الشهر العقاري لقيت ان القصر مش متسجل اساسا. قال لها ايه ده معقوله؟ قالت له ايوه انا مش عارفه اعمل ايه. قال لها بصي انا هروح اصلي الظهر وهدعي لك وان شاء الله تلاقيه. فدخلت البيت وهي شايله الهم. وبيجي الليل وبنلاقي عم كساب الاصيل جايب عيلته وجاي يقعد في القصر، وبيقول لشاديه مراته القصر ده بقى بتاعنا برطعوا فيه براحتكم. فقالت له ايه ده معقوله كل ده بتاعنا؟ قال لها ايوه. في اللحظه دي نزلت ياسمين وقالت له ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فقال لها انا جايه اعيش انا وعيلتي في القصر بتاعي. قالت له قصر بتاعك ايه؟ القصر ده بتاعي انا. فقال لها اه ايه اللي يثبت معاك اللي يثبت ان هو بتاعك؟ فقالت له لا ما انا قلت لك الصبح ان انا مش لاقيه العقد بتاعه. فقال لها وانا كمان مش لاقي العقد بتاعه، اللي يحكم بينا بقى القضاء، احنا نتصل بيهم وغالبا هيطردونا احنا الاتنين في الشارع. فقالت له لا 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 طب استنى يا عم كساب. فقال لها مستر كساب او كساب بيه كساب باشا، بعد كده انا خلاص بقيت صاحب القصور. فقالت له ايه ده انت ليه بتعمل كده؟ انت مش لسه الصبح كنت بتقول ان انت لحم كتافك من خير ابويا وجدي؟ فقال لها لا انت واضح ان انت سمعتي غلط، ده انا كنت بقول لك ابوكي وجدك كلوا لحم كتافي، ده انا ال10 جنيه نسيت شكلها منهم من كتر بخلهم واللي عملوه فيا، وانا قررت بقى بعد موتهم اني انا انتقم من اي حد من نسلهم، وحظك بقى ان انت اللي من نسلهم. فقالت له ايه ده انت يعني ايه؟ قال لها يعني احنا الاتنين هنعيش في القصر، لا اما لو مش كده نتصل بقى ب122 وهم يجوا ويطردونا بره. قالت له طب خلاص خليكوا، بس انا والله لما الاقي العقد هطردكوا بره وهوريك على اللي انتوا بتعملوا ده. فقال لها لما تبقي تلاقيه بقى.
بعد كده تاني يوم الصبح راحت قابلت واحد هي مرتبطة بيه، وقعدت حكيت له على كل اللي حصل. فقال لها ازاي انا لازم اجي واطردهم كلهم بره؟ قالت له لا ما ينفعش تعمل كده، لو طردتهم بره هيكلم البوليس وانا كمان هبقى في الشارع. فقال لها ما انا خلاص يبقى لازم اجي اعيش معاكي. قالت له نعم، ايه اللي انت بتقوله ده ازاي يعني؟ وبعدين احنا ما فيش بينا حاجه رسمي. فقال لها يعني هو عم كساب ده اللي كان كاتب عليكي، وبعدين انا عايزك في حاجه مهمه، انا عازمك النهارده على العشاء عندنا وعايزك تبقي لطيفه مع عمي. فقالت له امك اصلا ما بتحبنيش يبقى اجي ليه؟ فقال لها معلش عشان خاطري خليكي لطيفه معاها كده واستحمليها لغايه ما نتجوز. قالت له طيب ماشي، بس تعالى روحني بقى علشان انا هموت وانام. فعلا روحت ونامت، ولكن صحيت مخضوضه على صوت خبط ورزع ورقص. فنزلت بسرعه وندهت على عم كساب. فقال لها ايوه يا ست هاني، موقف المزيكا وراح لها. فقالت له ايه القرف اللي انت عامله ده؟ قال لها اصل انا ابني بوجي نجح وعشان كده بقى بحتفل بيه وبفرح بيه. قالت له يا ريته يا اخي كان سقط. قال لها لا، ده لو كان سقط ده انا كنت دبحته فيها، وبعدين انت زعلانه ليه؟ انا بفرح بيه في القصر بتاعي. فقالت له ارجوك يا عم كساب كفايه، بلاش بجاحه اكتر من كده. فقال لها عم كساب انا قلت لك انا اسمي مستر كساب. فشاديه قالت لها وانا كمان اسمي مستر شاديه، اشمعنى انا يعني؟ فدخلوا خروف يتذبح جوه. فقالت له ايه الخروف ده؟ على جثتي الخروف ده يتذبح جوه في القصر بتاعي، عايز تذبحه اذبحه بره. قال لها لا هيتذبح جوه، اصل انا جايب اتنين، واحد هيتذبح جوه وواحد هيتذبح بره. وعامه لو مش عاجبك انا اكلم بقى المجزر الالي رقمه 122 اكلمه هو يجي يتصرف. قالت له لا 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 خلاص ما تكلمهوش. ماشي يا عم كساب. وكانت طبعا متغاظه وبتاكل في نفسها ودخلت جوه، وقفت قدام صوره جدها وقعدت تكلمه وتقول له شفت انا حصل لي ايه من بعدك؟ انا اتبهدلت من بعدك، انتوا كلكم سبتوني. وقعدت تتكلم معاه شويه وتقول له انا مش عارفه الاقي العقد فين عشان اخلص كل مشاكلي. انا عارفه ان انا غلطانه وان المستشفى وقعت بسببي، لكن انا ما كانش قصدي، انا كان نفسي اطلع دكتوره شاطره زي عمته نوجه وتفرحوا بيا كلكم، مش قصدي اعمل كده، انت سبتني. قعدت تتكلم مع الصوره شويه، وبعد كده لقيت صناديق تحت الصوره. فقالت ايه ده؟ انا ازاي ما دورتش في الصناديق دي؟ بدات فعلا تدور فيها وتفتحها، وقعدت تدور في كل اللي فيها، لكن ما لقيتش اي حاجه تثبت ملكيه القصر. لكن لقيت كتاب شكله غريب جدا، فقررت ان هي تاخده وتفتح الكتاب ده تشوف فيه ايه، ولقيت ان هو كتاب عن استخراج الارواح. فبدات تقرا فيه من غير ما تقصد، فبدات الفيلا تحصل فيها حاجات غريبه، اللي يطير واللي يتقلب واللي ينور ويطفي. فقعدت تفضل تكمل قرايه في الكتاب، وكل مادة بيحصل حاجات غريبه اكتر، لغايه ما فجاه ظهر لها عفريت وبدأت ان هي تعمل لها بالسجاد. فبصت كده وقالت ايه ده واتخضت جدا. فجت وقالت لها ايه يا حبيبتي ده انا عمته، انت خايفه من عمته؟ انت بقيتي زي القمر. فهي مش خافت، بس دي وقعت من طولها واغمى عليها. في الوقت ده كان هشام كان قاعد مع مامته بتمحلس لها، وقال لها ان هو عزم ياسمين على العشاء عندهم وعشان خاطري يعمليها حلو، دي هي بتحبك قوي. فقالت له يا ابني مش هينفع، البنت دي انا مش مرتاحه لها، وانا قلبي كأم بيقول انها مش هتنفعك وهتبهدلك معاها. فقال لها لا والله ابدا، دي هي طيبه جدا. فقالت له لا، وبعدين هي اصلا مش شبهنا خالص. فقال لها طب على فكره ده الحمد لله ان هي مش شبهنا، دي ميزه على فكره. قالت له لا انت ما شفتش هي عملت ايه في الاستاذ ادوارد اللي هو كبير ازاي، شفت بهدلته ازاي، امال انت يا غلبان هتعمل فيك ايه؟ فقال لها معلش انت بس اديها فرصه، ولو ما ريحتكيش وما عجبتكيش هبقى اسمع كلامي. فقالت له ماشي لما نشوف اخرتها. في الوقت ده ياسمين كانت فاقت ولقت واحد قاعد قدامها مش عارفه ده مين. فاتخضت وقالت له ايه ده هو انا ايه اللي حصل لي بالظبط؟ فقال لها ما فيش، حصلت لك صدمه عصبيه نتيجه حاجه شفتيها ما استحملتهاش. فقالت له ايوه صح فعلا هي صدمه عصبيه. بص انا هقول لك حاجه بس اوعى تقول عليا مجنونه او اي حاجه، وعايزك تمسك اعصابك وما تخافش ماشي، واوعى تصرخ ولا تعمل اي حاجه عشان ممكن تلبسك، وما تقلقش انا بص في عفاريت هنا وعمتي طلعت عفريته، بس ما تقلقش انا معاك مش هسيبك. فقال لها اهدي بس اهدي، وراح يجيب حاجه من شنطته. فبتبص لقيت ان هو في سكينه مرشوقه في ظهره، فعرفت ان هو عفريت هو كمان. فاتخضت وقالت له ايه ده هو انت كمان عفريت؟ انتوا عفاريت كتير هنا، طب بص
انصرف انصرف ارجوك. فقال لها ما تخافيش، انت مالك متوتره كده ليه؟ ده انا عفريت طيب وجايلك من مكان جميل قوي. فقالت له لا 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 انا مش عايزه اي حاجه، امشي امشي. فقال لها لا مش هينفع، انا لازم افضل جنبك لغايه ما اطمن عليكي، انا ضميري ما يسمحليش ان اسيبك. فقالت له لا ارجوك بص موت ضميرك، وبعدين انت كلك موت يبقى ضميرك مش هيموت، انا مش عايزاك امشي ارجوك. فساعتها ظهرت عمتها وقالت لها مالك يا بنت انت عامله غاغه كده ليه؟ ده انا جايبه لك احسن دكتور، انا الحق عليا ان انا ما سبتكيش يعني في الحاله اللي انت فيها دي. فقالت لها بصي انا مش عايزه حاجه، امشوا انتوا الاتنين، والله انا ما حضرتكوش ولا حاجه. فقالت لها لا ازاي انت مش قريتي في الكتاب؟ يبقى انت حضرتينا. فقالت لها لا ارجوك عشان خاطر امشي. فالمهم مشيت الدكتور اللي معاها وقالت له ارجعي انت بقى. وقالت لها بصي اسمعي انا مش همشي غير لما تساعديني. فقالت لها اساعدك اعمل لك ايه؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابساه ده اصلا؟ فقالت لها لبسي ايه؟ ما انا جايه لك بلبس الشغل. قالت لها لبس الشغل ايه؟ هو انت كنت شغاله رقاصه في مستشفى الهرم؟ فضحكت عليها وقالت لها ايه ده، هي العيله كانت بتستقرضك ويضحكوا عليكي؟ لا يا حبيبتي انا بشتغل رقاصه. قالت لها رقاصه؟ ده انت كده عريتي العيله. فقالت لها عيله اللي انا عريتها باش اقول لك بس العيله دي عامله ازاي. فقالت لها بصي انا والله ما حضرتكيش وانا مش عايزه منك اي حاجه، فانت يعني ايه امشي ارجوكي انصرفي. قالت لها يا بنتي انت خايفه من ايه؟ ده انا عمتك يعني من لحمك ودمك وعمري ما هاذيكي. إيه انا بس كل الحكايه عايزاكي تساعديني، وبعدين انت مش عايزه العقد خلاص انا هجيب لك العقد، بس الاول ساعديني وانتقمي من اللي اداني رصاصه في قلبي وموتني، وانا عايزاكي تسجنيه تخلصي عليه، وبعد كده انا هقول لك العقد فين وهطلعك اخر دلع. قالت لا 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 انا خلاص مش عايزه اعرف مكان حاجه، إيه انتي امشي بس وخلاص وما تجيش تاني، ولا اما كده لا اما بصي هروح لدجال واخليه يعمل عمل واخليه يحرقك، إيه وتبقي موتي مقتوله ومحروقه. قالت لها ده اخر كلام عندك؟ طيب خلاص انتي اللي جبتيه لنفسك بقى، شوفي كده العوامل اللي هيعمل فيكي ايه. بعد كده راحت لهشام وقالت له في حاجات غريبه حصلت انا لازم احكي لك. قال لها بس تعالي سلمي على ماما الاول وعدي اليوم ده على خير وبعدين نتكلم. فدخلت سلمت عليها وقالت لها ازيك يا طنط؟ قالت لها ازيك يا حبيبتي انت ايه جايه لوحدك ليه؟ هو ابوكي بيسيبك كده تروحي للشبان في بيتهم عادي، ما جاش معاكي ليه؟ قالت لها انا ماما وبابا الله يرحمهم. فقالت لها عمك عمتك خالك اي حد من عيلتك؟ قالت لها انا عيلتي كلهم الله يرحمهم ماتوا. فقال لها خلاص يا ماما بقى انت بتعايريها ولا ايه؟ ففجاه لقيت عمتها داخله عليها بواحده فقامت بسرعه وقالت لها ايه يا ستي انت ايه انت لسه عايشه؟ انت ما بتموتيش ولا ايه؟ فقامت ام هشام بسرعه قامت قالت لها انت اتجننتي يا بنت، انت بتتكلمي كده ازاي؟ دي ست كبيره. قالت لها ما دام هي ست كبيره ما تلم نفسها، ايه اللي لابساه ده؟ لابسه بدله راس. قالت لها انت ليه لابسه بدله راس؟ دمي انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انت شكلك بتتعاطي حاجه، انت مدمنه ولا ايه؟ فقالت لها لا والله ابدا انا بتكلم على اللي معاها على عمتي. قالت لها عمتك انت مش قلتي ان كل اهلك ماتوا؟ قالت لها لا ما هي بتظهر لي وبتعمل لي حاجات غريبه. قالت لا 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 ده انت مجنونه، انت يا هشام جايب لي واحده مجنونه يعني مجنونه ومدمنه كمان. قالت لا لا صدقيني زي ما بقول لك كده، طب بصي شغلي قران ولا اي حاجه خليها تنصرف. فساعتها عمتها قالت لها شوفي بقى هتحلي مشاكلك اللي انت فيها ازاي مع عريس الغفله وامه العقربه دي. فقالت لها اعمل فيكي ايه؟ حرام عليكي سيبيني في حالي ما تستفزنيش. فقالت لها لا ده انت مجنونه، وقامت واخداها وطرداها بره. بعد كده قعد بقى هشام يفكر يقول ايه ده هو في ايه، لا هي مش معقوله اتجننت فجاه كده، اكيد الحوار ده في حوار. فعقله قال له لا مفيش حاجه، دي شكلها شافت واحد اوسم منك واحلى منك وغني وعشان كده عايزه تديك سكه. فقال لا مش معقوله هي ما تعملش حاجه زي كده. فعقله تاني رجع قال له خلاص انت راقبها وهتشوف بنفسك ان كلامي صح. فقال ايه خلاص هراقبها. وياسمين راحت لعطار واداها ميه كده وقال لها الميه دي لها مفعول السحر مع العفاريت بس ب10,000 جنيه، واداها عيون العفريت وقال لها دي بقى جباره، هي غاليه شويه صحيح ب30,000 جنيه بس هتعمل معاكي مفعول جامد، يعني من الاخر يشتغلها اخر اشتغاله. فعلا قعدت ترش الميه وتحط عين العفريت في كل حته وقالت ايوه بس كده كده مش هتظهر تاني وكده ماتت. يا ده العطار ده
فعلا اخر جنان. وبعد كده بتخش الاوضه لقيت عمتها وجايبه كمان الفرقه بتاعتها عماله ترقص. فقالت ايه ده العطار شكله كده نصب عليا. فقالت لها خليكي مكانك وجت تدلق الميه. قالت لها رشي يا حبيبتي براحتك، انتي مش مقتنعه، ده اصلا العطار ده نصب عليكي. فقالت لها بصي من الاخر كده انا مش هساعدك، ودي ما فيهاش كلام. بعد كده جت سمعت صوت فجت تنزل، لقيت عم كساب جايب قرايبه معاه علشان يقعدوا كده، وقال لهم اقعدوا براحتكم ان شاء الله سنتين. قالت له استنى هنا، من دول اللي يقعدوا؟ محدش هيقعد في بيتي. فهددها طبعا انه هيتصل ب122. فقالت له ايه طيب خلاص لا اقعدوا، ده انتوا لو ما شالتكوش الارض نشيلكوا فوق راسنا. وقالت له ماشي يا عم كساب، الهي تذل زلتي يا رب. بعد كده طلعت لعمتها وقالت لها خلاص انا موافقه اني انا اساعدك، بس بشرط انا مش هقتل ابدا. فقالت له من قالك ان انا عايزاكي تقتليه؟ انا عايزاكي تسجنيه وعايزاكي تخلصي الناس من شره، ده كل يومين بيقتل له رقاصه، وانا عايزاكي بس تجيبي لي حقي منه. فقالت لها طيب ماشي، بس يعني انا هعمل كده ازاي؟ فقالت لها بصي انا ما اعرفش، انت اتصرفي بقى وشوفي هتعملي ايه، بس انا برضه عشان اساعدك رافع زميلك اللي كان معاكي في الجامعه بيشتغل مطرب في الكباريه بتاعه، روح الرافع وهو يساعدك. ففعلا عملت كده وراحت الكباريه اللي فيه رافع، ورافع كان ساعتها بيغني، واتفاجئت ان كل اللي موجودين كانوا ما بيشوفوش، واستنت تخلص النمره بتاعته علشان تكلمه. وفي نفس الوقت ده هشام كان بيراقبها، وراح الكباريه وراها وقال بقى كده انت تعملي كده يا ياسمين انا لازم اقوم اواجهك. بس عقله قال له لا استنى لما تمسكها متلبسه علشان ما تبلفكش باي كلمتين. فقال ايوه صح انا هستنى. فعلا رافع خلص نمرته وهي راحت، قالت له برافو عليك، بس يا رافع يعني انت عارفني. فقال لها ايه ده الصوت ده مش غريب عليا، ايه ده ياسمين، ويتعرف عليها. بعد كده قالت له طب يعني انت في اللي انت فيه ده اعمل حاجه لاخرتك. فقال لها لا انا الفن بيجري في دمي. قالت له طب انا عايزه اكلمك بس على انفراد. فعلا خدته وقعدت معاه وحكت له على كل حاجه. فقال لها لا لا يمكن، انا لا يمكن اخوني الايد اللي تتمدلي، ده هو اللي مربيني، ازاي عايزاني اعمل كده؟ قالت له لو عملت اللي انا بقول لك عليه وساعدتني انا هعمل لك البوم وهنتجهولك. فقام مديها حته حشيش وقال لها بصي خدي الحشيش ده حطيه في عربيته وانا هبلغ عنه. فقالت له بس هو كده ممكن يطلع منها ويلبسها للسواق. قال لها ما تخافيش، لا ده قتل السواق بتاعه اول امبارح. قالت له ليه؟ قال لها عشان كان عايز يتجوز مراته. قالت له واتجوزها؟ قال لها لا اصل هو قتلها عشان رفضته. قالت له انت عرفت الكلام ده منين؟ قالت له من ريكلام، بس هو اصلا قتلها عشان فضحته. قالت له كل ده يعني هو قتل الناس دي كلها وسايبك انت عايش كده؟ قال لها ما عشان خاطر هو فاهم ان انا ما بشوفش لكن انا بشوفه كل حاجه. قالت له ايه ده معقوله؟ فقالت له طب انا دلوقتي عايزه اوصل له اعمل ايه؟ قال لها لا او اهم حاجه عشان توصلي له يبقى لازم تلبسي دي، وطلع لها نضاره شمس عشان تعمل ما بتشوفش. فقالت له ايوه صح عندك حق. وفعلا لبستها وراحت له وقالت له انا عارفه حضرتك وبسمع عنك ونفسي ان انا اشتغل معاك. فبص لها وقال لها ماشي ما فيش مشكله، بس لما اختبرك الاول. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبتكم الحلقه ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، واستنوني في الحلقه اللي بعدها، واشوفكم على خير والسلام عليكم.